أهلا وسهلا بكم مشاهدينا في بودكاست رمضان الحضارة. إليكم ما هو مفيد في شهر رمضان المبارك عن المغفرة. المغفرة والثواب في شهر رمضان المبارك. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. قصد النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث المراد بالإيمان هو الاعتقاد بصوم رمضان، والمراد بالاحتساب أي العزيمة والشغف لصوم رمضان المبارك. فشهر رمضان مبارك كله، وكل لحظة منه فيها الخيرات الكثيرة والبركات العظيمة التي تعود على العباد بالخير الكبير والأجر الكثير. لذا يجب أن نستثمر حق الاستثمار بشهر رمضان، فيه ترفع الدرجات وتغفر السيئات، شهر المغفرة والبركات، فيه تفتح أبواب الجنات وتغلق أبواب الجحيم. نسأل الله العلي الأعلى أن يجعلنا من أهلها ووالدينا. دمتم بخير وإلى لقاء آخر. فوزير بودكاست رمضان الحضارة، أجب واربح. ما الآية التي دلت على المغفرة في سورة الفرقان؟